السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير على خير يا ربي. اليوم جيت لكم بواحد التحليه، يعني تحليه بسيطه جدا بثلاث مكونات فقط، يعني تقدمي احلى تحليه لضيوفك. هنا واش عندي 500 غرام تاع الحليب. طبعا هنا حوالي 4 كيسان تاع الحليب. يعني هنايا المكونات يعني غير في الدار وتخرج لنا تحليه ما شاء الله. هنا نفوتو نضيفو الحليب. قبل نشكر مشتركاتي جديد نقول لكم مرحبا بكم، القناه قناتكم، والمام اللي مرت معايا من قبل نقول لهم الدار داركم والقناه قناتكم. هنايا واش كنت هنايا درت 4 ملاعق نشا. هنايا درت 4 ملاعق نشا مع دائما الاخت تزيد تضيف ملعقه طحين او ملعقه فرينه. هنا درت 4 ملاعق نشا مع ملعقه طحين ملعقه فرينه. هذا مكان، وراح نزيد معاهم زوج. هنايا حنخلط هذو المكونات. يعني ماهيش حاجه، مكونات بسيطه جدا. هنا حنزيد ندير نيسلي كراميل. طبعا هنا الاخت اللي عندها نيسلي اللي خدمته في المنزل، او نيسلي كراميل اللي راهي شريته. هنايا ضفت حوالي 2 ملاعق ونصف 2 ملاعق ونصف. هذا مكان تاع نسلي كراميل. هذا مكان. هنايا ملاحظه الاخت اللي عندها يعني كاوكاو يكون يعني مقلي مقبل ومحمص، تقدر تزيد تضيف ملعقه ولا تكتفي بهذو 3 مكونات فقط. كما كنت قلت لكم ماهيش فيها بزاف المكونات. هنا حنخلط كامل هذاك، خلط هذا كامل خليط حتى نتحصل على شكل يعني يكون سائل، ما يكفيش حبيبات. او هنا الاخت اللي تحب خافت يتحب بلا تقدر تعاود تديرو في مصفات وتخدمو. انا هنا راح درت راني زدت له ملعقه تاع كاوكاو رحيت ملحيه مليح زدتها معاهم. ما غير عفوا انا ما كنتش درتها يعني في المكونات، ونخلط مليح مليح حتى نتحصل على شكل كريمي. هاي اللي كنبقاو نخلطوا فيها حتى نتحصلوا على هذا الشكل. هنا اللي حبت هذوك الحبيبات تاع الكاوكاو يزيدوا يترحوا، ولا تقدر تزيد تخدمهم بالبرا، لكن هي من الاحسن تخليهم هكذا لانه راح يزيد لها هذاك الجو. لكن تقدر تستغني على ذاك الكاوكاو، لكن هو يزيد في البنه. انا راح نجيب ليمون اللي راح نديرهم فيهم كما كنت. هنايا راح نقول لكم بلي هنايا ليمون هي من الاحسن يكونوا تاع السيليكون، لكن هذو اللي كيسات تاع السيليكون لكن اللي مش متوفرين عندها تقدر تضيف غير كيما اللي درتهم انايا هكذا، لانهم هذو موجودين في كل بيت. ولا تقدر هنايا باش نتحصلوا على هذا الشكل فقط تعمر لي كيسات تاعها كامل. يعني تحلية سهلة جدا، كاين بزاف وين يعني نسلي كراميل يبقى لنا من كاش كاطو ولا تحلية ولا ما نعرفوش واش نديرو به. هذه تحلية يعني تزيد لها في واحد البنة روعة. فهذه هذاك نسلي زيدنا واحد الكو في التحلية تاعنا. انا راح نعمر كامل الكيسات اللي عندي. ولا الاخت طبعا اللي حبت تضيفها في مول واحد يعني جماعي تقدر تضيفها، لكن هي طبعا كما دائما نقول لكم يعني المهم تدوا الفكره تاع يعني المقادير تكون مضبوطه. اما بالنسبه للتقديم يبقى لكم الاختيار، كل اخت ولا مسدحه، كل اخت واش متوفر عندها في البيت. يعني تقدروا ديروهم حتى لو كان في الكيسان اللي نشربوا فيهم قهوه تقدروا تضيفوهم. هنا طبعا راح نخدموا لهم السطح تاعهم مليح، نخبطوا المول تاعنا باش يهبطونا كامل عفوا. وهنا راح ندخلهم للثلاجة حوالي ساعة ونصف حتى يتمسكونا مليح. نعاود نولي لكم نشوفوا طريقة التزيين. انا كما قلت لكم خليتهم حوالي ساعه ونصف. هنايا هي الاخت تقدر ديرهم تضيفهم ليله كامله كيما تحبوا. هنا كيما ثانت لي كيسات عفوا تقدروا ديروهم في تاع السيليكون.
هنا راح نقلعهم. هاي كيفاش الطريقة. طريقة سهلة جدا، ما تديناش الوقت. من بعد ما قلعتهم كامل، هنايا بواسطة هنايا عندي نوى كوكو عفوا. هنا نوى كوكو بواسطة مصفاة راح نديرو من فوق. طبعا التزيين لكم، يبقى لكم الاختيار، كل أخت واش متوفر عندها في البيت. لكن هذا الكاكاو راح يزيد في الكوت تاعها، يزيد لها في البنة. هنايا طبعا اللي حبت تزيد تضيف لا شونتيي تضيف، اللي حبت تخليها هكذايا تخليها. راح ندي شويه لا شونتيي ملي كنت من التحليه الاولى حنزين نهاب بها. لكن يبقى لكم الاختيار، كل اخت الاخت باش تحب تزين التحليه تاعها تزينها. المهم البنه يعني روعه الله يبارك. هاي ليك من بعد ما كملت زينتها. هاي ليك كيفاش خرجت التحليه تاعي. نتمنى تجربوها. اذا عجبتكم طبعا ما تنسونيش بتعليقاتكم اللي تساعدني وتشرفني، طبعا مع الاشتراك تاعكم باش تكبر القناه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله دائما نقدم لكم التحليات السهله والبسيطه، وتكون ثاني اقتصاديه. نتمنى تكون نالت اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. باي.